السلام عليكم جميعا. تعالوا النهارده نعمل بقى صينيه بطاطس بالكفته خفيفه كده، وجبه حلوه قوي هتعجب الصغير والكبير. دايما بجيب اللحمه المفرومه، بحاول ان انا مسيحهاش قوي، بجيبها برضو اول ما بخرجها من الفريزر بفضل افركها شويه كده لحد ما تسيح معايا خالص. وجبت التوابل بتاعه الكفته، هي تلاقوها موجوده تفصيل. وكمية البطاطس والبصل مش هنحددها عشان برضو اللي عاوز هيعمل صينية كبيرة او كده، بس انا استخدمت ال3 بصلات كبار دول، هفرمهم كويس قوي. وهاخد البصل بس من غير العصير بتاعه، وبقطع بحاول اجيب برضو البطاطس احجام قد بعض كده علشان تطلع مستوية مع بعضها، فبتقطعها ترانشات كبيرة كده علشان هنحطها في نص الكفتة زي ما احنا عاملين. في بقى عندنا كده شوية بقدونس وشبت مقطعهم رفيع قوي، يدوا طعم حلو قوي برضو للكفتة. وهنضيف عليها البهارات بتاعتنا والحاجة بتاعتنا اللي موجودة دي كلها بعد ما قلبناها كويس. انا بجيب اللحمة كويس برضو، يعني بتبقى لحمة حمراء بس فيها جزء بسيط كده دهون. وزي ما احنا شايفين كده فرمت البصل كويس قوي وبعصره، باخد البصل نفسه او تفل البصل بقى لو حد عارف القصة دي. العصير بقى بشيله لوقت تاني، بتتبل بيه بقى اللحمة المشوية او الفراخ المشوية، او لو حبيت اتبل بيه الفراخ البانيه برضو. كل ده بعصير البصل بيديله طعم حلو قوي. بحط معلقة بيكنج باودر كده بتخلي اللحمة طرية وليها طعم كده حلو قوي. وبندي معلقة بقسماط علشان لو في اي سوائل موجودة في اللحمة ما تفكش مننا، يعني تشربها وما تفكش مننا الكفتة. بس وبقطعها كده كلها زي بعض زي ما احنا شايفين كده. بشيل مية البصل في الفريزر في كيس، تفضل معايا بقى في اي وقت اطلعها. واجيب الصينية بقى بتاعتي وارص بقى الكفتة. باخد بس الاول زي ما احنا كده بقسمنا الكفتة كده كراريات صغيرة، وبحط شوية ملح وفلفل على البطاطس واقلبهم مع بعض الاول عشان كله يشرب من التتبيلة مع بعض. وادي الكفتة اهي احطها. انتوا عارفين الرصة دي بقى ورق كفتة ورق بطاطس. ناس كتير قوي عملتها وعجبتني جدا صراحة، قلت اجربها لقيت طعمها جميل جدا. انا كنت الاول بعمل صينية البطاطس عادية وبحط فيها كرات الكفتة، بس صراحة احنا بنستفيد من بعض، يعني لما بشوف فيديوهات كتيرة وكده احنا كلنا ستات شاطرة بنستفيد من بعض. بس رصيت بقى كله على اللي موجود عندي. بعمل لها بقى الصلصة بتاعتها، حبة زبدة وثوم وملح وفلفل، ونحط مكعب مرقة لحمة ومعلقتين صلصة حلوين كده، والخل والسكر وملح وفلفل. بنحط دايما طالما حطينا صلصة يبقى الخل والسكر علشان يعادل الحموضة، بحيث اللي بياكل ما يحسش ان ايه معدته تعبانة بعد كده. بس وهنضيف بقى كوباية مية نقلبها كويس ونسيبها تتسبك تسبيكة حلوة كده، وبعد كده نشرب بيها بقى الصينية كلها. بس بتاخد في الفرن حوالي ساعة الا ربع او 40 دقيقة. تمام، بتبقى تحفة بعد كده. وبحطها تحت الشواية شوية كده. في ناس بتحب صوص الصلصة يبقى شوية عشان لما تحطها على الرز بتبقى طعمها حلو قوي. بتقدم مع رز ابيض، عايز تاكل لوحدها وسلطة اللي يعجبكم. بس طبق حلو قوي وتغيير كده لذيذ، الولاد هيحبوه وعجبوهم جدا جدا. وبألف هنا اللي هياكلوا ويجربوا. ولو جربتوا حاجة بيقولوا لي ايه الاخبار، عملتوها زيي ولا إيه يعني طلعت ايه. احب برضو اعرف رأيكم. وقولوا لي خلصتوا اكلات العيد ولا لسه، عملتوا العكاوي والكرشة والفتة والممبار وكل الحاجات اللي عملناها دي تبقى لذيذة. بتبقى تغيير قوي للولاد وبيحبوا الاجازة العيد علشان كده ياكلوا الاكلات الجديدة دي. بألف هنا، تمنياتي ليكم بحياة سعيدة. باي باي.